السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن أدوية التخسيس اللي كان ليها مفعول كويس معايا وكانت نتيجتها كويسة، وهي أدوية التخسيس التانية طبعا على النقيض، يعني السيئة جدا اللي عمرك ما تشتريها حتى ولو ببلاش. ويا ريت لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يصلك كل جديد، وتعليق حلو منك كده وتقولي تجربتك لو حاولتي انك تخسي قبل كده وعملتي ايه واستخدمتي ايه. اول حاجه استخدمتها وكانت سيئه جدا جدا جدا، على الرغم ان سمعتها حلوه قوي، كل ما ابحث عنه الاقيه ممتاز، ولكن انا لما جربته لقيته اثاره صعبه جدا عليا. يعني اول حاجه اول ما خدته اول اسبوع قالوا لي هتخسي في حدود 7 كيلو. طبعا انا اول ما خدته اول يوم وتاني يوم وتالت يوم وربع يوم وخامس يوم كان عندي ضربات قلب مش طبيعيه، ضربات قلبي بيخبط بطريقه جامده جدا، زائد ان جات لي رعشه في ايدي، جات لي رعشه جامده قوي في جسمي كده وفي ايديا، و... وعدم نوم، في ارق جامد قوي مش عارفه انام. اثاره وحشه جدا يا جماعه، والله بجد انا تعبت منه جدا، وقعدت اتعالج من اثاره دي تقريبا شهر بعدها. انا كنت حاسه ان انا بقيت مريضه قلب وانا اصلا ما عنديش اي مرض عضوي عشان اخده، انا مجرد بس ان انا يعني تخنت ومش قادره اسيطر على نفسي، يعني انا كل على طول بحاسه بالجوع ومش قادره ان انا ايه، انا كنت عايزه حاجه بس تشبعني، حاجه تحسسني بس بالشبع، لان انا مليت جدا، لان انا شايله مراره، وحاسه ان انا الفتره الاخيره دي عماله املى بطريقه كبيره، وكنت عايزه حاجه بس تساعدني، لكن للاسف ما ساعدنيش، ده اثر على جسمي جدا. حاسه كاني مريضه قلب، كاني مريضه اعصاب، لساني بيتهز كده وانا بتكلم. لا كان صعب قوي قوي عليا، وانا عايزاكم تركزوا يا جماعه قبل ما تشتروا الكونجاك، لان الكونجاك اثاره الجانبيه تقيله قوي تقيله قوي وصعبه قوي بصراحه. وكل الدكاتره لما كنت بسالهم يقولوا لي لا عادي جدا ما فيهوش اي حاجه وحلو قوي ما فيهوش حاجه، هو اول اسبوع بس اللي هتحس بكده وبعد كده مش هتحس بحاجه، الاعراض تنتها مستمره معايا الاسبوعين الاولانيين. ثانيا لما جت برضو البيروت، حسيت ان هي متلخبطه، يعني ياما لخبطت معايا، يعني في لخبطه في كل حاجه، حصل لي لخبطه في الجسم كله. يعني انا ضريت نفسي وبالعكس انا زدت عليه، يعني انا زدت عليه. انا اول ما ابتديت كانت يعني ابتديت اول اسبوع تعبت التعب دوت، وحاسه ان انا نفسي اتفتحت وعماله اكل بطريقه غريبه. فانصحكم ان انتوا ما تعرضوش نفسكم للاعراض القويه الفظيعه وضربات القلب وتمرضوا نفسكم بنفسكم، ماشي؟ ف وبرضه يعني اللي عايز يعني يبحث ويدور، دوري الاول دوري الاول وابحثي، لان انا للاسف ما بحثتش في اليوتيوب، انا بحثت على الفيس كده قاعد يقول حلو في التلفزيون. وطبعا كل واحد لازم يشكر في ايه، في المنتج بتاعه. بس انا غلطت غلطه بصراحه ان انا صدقتهم، ودي طبعا عدم مصداقيه، المفروض يقولوا في اثار جانبيه للمنتج ده. بس بالنسبه للمنتج تاني اللي انا جربته وكان حلو قوي قوي قوي، وبالعكس هما بيقولوا عليه ضعيف، اللي هو الليبتين، مش ضعيف ولا حاجه، بالعكس هو الوحيد اللي انا خسيت عليه. يعني هو ده الوحيد اللي انا فعلا في اول اسبوع خسيت 5 كيلو عليه، وما تعبتش ابدا وما حسيتش لا بضربات قلب ولا بخبط ولا برعشه في ايدي ولا الاثار الاجانبيه اللي حصلت دي ابدا. الليبتين ده بصوا يا جماعه تقريبا 30 قرص، مكتوب عليه وايت ليس يعني بيفقد الوزن، انا كنت حتى كاتبه عليه كاتباه بعد الفطار او قبل الفطار بنص ساعه، كاتباه قبل الفطار بنص ساعه، واشرب عليه كوبايتين ميه، ماشي؟ علبه خشب كده زي ما حضراتكم شايفين. هو هنا برضو تقريبا نفس البلد، بسم الله الرحمن الرحيم، بلد ايه يا ربي؟ انجلترا او انجلاند، انجلترا، ماشي؟ ده علم انجلترا، من انجلترا. والتاني برضو من انجلترا، بس صعب قوي قوي قوي، يعني هو ده تقيل عن ده خالص، ده خفيف وجميل جدا وبالعكس خسيت عليه. اداني ليبتين، واداني فيتارم. الفيتارم ده النقط دي جميلة جدا جدا جدا، دي نقط بتحطيها على نص كوباية مية، بتحطي 5 نقط منها، ممتازة ممتازة ممتازة، بتحرق حلو قوي قوي قوي، بتديني نشاط وحيوية كده وحلوة جدا. وبعد كده اداني نوعين من النوع شرب، ده كان مديني تربو بلاك مع كونجاك، وده كان مديني نوع تاني بس انا فعلا مش متذكراه، بس كان نوع ممتاز برضو قوي، لان الكلام ده كان من فترة، وانا فعلا انا اتعقدت، جات لي عقدة من ادوية التخسيس، وقلت خلاص انا مش هاخد ادوية تخسيس تاني لان انا برجع.
يعني انت لو جيتي وقفتي بترجعي تاني، بزيد ازيد وازيد. ال5 كيلو اللي انا نزلتهم بطلع عليهم 7 8 كيلو. فبنصحك يعني بالليبتين، لكن ما انصحكيش بالكونجاك. الكونجاك تقيل جدا وصعب، ويا ريت تتاكدي قبل ما تبتدي. يعني اكيد كل جسم بيختلف عن التاني، بس دوري وابحثي كويس واسالي عن الدكتور ثقه يقولك عيوبه ومميزاته اكتر. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبك، ولو عجبك وفادك بشيء ما تنسيش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يصلك فيديوهاتي كلها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.